مش عارف اجيبها لكم ازاي ان هي عايزه تاكل من الناس دي، والناس دي احنا عارفين هم مين. فقلت لها لا طبعا. اخدت بقى البت هايدي وطلعنا على يوم بي، اجمد مكان بيعمل اي سندوتش تتخيله في حياتك. هتقولي ليه يا عم خالد؟ اقول لك الاسعار بتاعته تضحك قوي. والسندوتش اللي انت شايفه قدامك ده ب 146، وده مش عباره عن سندوتش واحد، ده ميكس كده بين الاثنين، من فوق فراخ ومن تحت بيف. اهو ده اللي نقول عليه سعر مقابل قيمه. وبالمناسبه كده السندوتش اللي انت شايفه قدامك ده مش هتلاقيه في المنيو. هتقولي ليه يا عم خالد؟ اقول لك ان انا بحب اعمل تيست على البيف لوحده، وده اللي مميزهم جدا. الناس دي في حته تانية. هتقولي مين الناس دي بقى؟ اقول لك الناس دي يا سيدي عندهم فرعين، فرع مكسر الدنيا ببرج العرب، وفرع في الساحل، واخيرا نزلوا اسكندريه ومكانهم في البيطاش. وبالمناسبه كده السندوتش اللي انت شفته نص متر ده عمل 88 جنيه بس. الناس ده يا جماعه لو بتخسر مش هتبيع بالسعر ده، وصدقني وما ترجعش ورايا، اللحمه دي بلدي 100%. هتقولي ليه يا عم خالد؟ اقول لك روح جرب بنفسك، لو ما عجبكش ما تحاسبش. اما بالنسبه بقى للفراخ فانا مش محتاج اتكلم، الفرخه اللي تتكلم. بص يا عزيزي واتفرج، دلع عينك. وصدقني يا عزيزي مهما لفيت البيطاش كلها او اسكندريه عموما كلها، مش هتلاقي السعر ده موجود في اي حته تانيه خالص. او نسيت كمان اقول لك ان عندهم 6 بوكسات، كل